ونحن أهل سوريا تعودنا ونحن نقيم في دياركم العامرة محتضنين منكم بقلوبكم الواسعة العامرة بالإيمان وبأصالة الشام وبركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، نلقى الرعاية والترحاب والمحبة والدعم والإسناد والاحتضان من سوريا، رئيسا وشعبا وعلماء وأسر كريمة. فما وجدنا الرعاية والاحتضان والدعم كما وجدناه في سوريا. أسأل الله أن يجزيكم عنا خير الجزاء، أن يغيثكم كما أغثتمونا، أن ينفس كربكم كما نفستم كربنا، أن يقيض الله لكم من يقف إلى جانبكم كما وقفتم إلى جانبنا، وأنتم إن شاء الله شركاؤنا في شرف الجهاد على أرض فلسطين. تحملتم معنا، وبالتالي أنتم أيضا تشاركوننا إن شاء الله عز الجهاد وشرف الجهاد وفرحة النصر القادم اليقين بعونه تعالى. صلى الله على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. في ذكر الحبيب فعلا تطمئن القلوب وتهفو، والإنسان حين يعمر قلبه بحب الله ثم بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو قلب فطن ذكي مؤمن خاشع مطمئن واثق الخطى، قلب قادر على التحدي، قادر على الإصرار على حقوق الأمة وأن يخوض معركتها الكبرى في مواجهة هذا الكيان الصهيوني المسخ. والحمد لله الله أحيانا وأحياكم حتى رأينا الرياح المباركة ما شاء الله. إذا قرية أمطرت عليها الدنيا القرية المجرة تستبشر. فأيها الإخوة نحن مستبشرون والله في رياح مباركة تعم هذه المنطقة الحمد لله. والله الأمة كانت تتطلع إلى أن تستعيد هويتها. الحمد لله في بلاد هويتها حاضرة كسوريا منسجمة بين قيادتها وشعبها في موقف مشرف نصرة للمقاومة ومواجهة لإسرائيل واصطفافا مع الحق. لكن في كيانات عربية كنا ندعو لها بالصلاح ولكن لم يصطلح حالهم، لكن شعوبهم استطاعت أن تحدث تغييرا إن شاء الله يعيد مصر وتونس وغيرها إلى الموقف العربي الأصيل حتى تتسع هذه